بنرجع من تاني علشان نشوف مباريات الدوري المصري بعد التوقف الدولي اللي كان في دوري في طبعا كأس الأمم الأفريقية. وفي وسط مباريات الدوري وهي شغالة كده بدور على مباراة فريق الزمالك هيلعب امتى. قال لك لا، ده الزمالك مباراته هتتأجل. طب ليه هتتأجل يا معلم؟ ما اعرفش والله، اتأجلت وخلاص. فتيجي تبص على صفحات الزمالك اللي بتبرر ده، في وسط ان البعض الاخر في عند الاهلاويه بيقول لك ليه مباراه تتاجل، وهم عندهم حق على فكره. يعني ليه احنا كزمالك مباراه تتاجل؟ طب الاهلي بيتاجل له مباراه لان الاهلي كان بيلعب في كاس العالم للانديه، في كاس العالم للانديه، وعنده مباراه مؤجله امام شباب بلوزداد هيلعبها النهارده كمان كام ساعه. فطبيعي جدا، طبيعي جدا ان المباراه تتاجل، وانه النهارده ما يلعبش في الدوري، ولكن يروح يلعب في دوري ابطال افريقيا المباراه المؤجله لانها مباراه مهمه جدا في بطوله مهمه. لكن انت كزمالك هل عندك مباراه مؤجله في الكونفدراليه؟ الاجابه لا. ولو عندك كونفدراليه الاسبوع ده طبيعي هيتاجل لك، زي بيراميدز وفيوتشر كان يتاجلوا، لكن لقينا بيراميدز بتلعب عادي، فيوتشر بتلعب عادي، وانت كزمالك قاعد ما بتعملش اي حاجه. انت قاعد بتتمرن في ملعب الدفاع الجوي لحد ما حلمي زموره يخلص الملعب بتاعه يا معلم والدنيا تبقى حلوه وترجع تلعب. طب انت ليه ما بتلعبش في الدوري؟ ليه مباراه الزمالك في الدوري بتتاجل؟ قال لك لا عشان يبقى في تكافؤ فرص، والاهلي مش عارف يتاجل له يبقى احنا كمان يتاجل لنا. ايه يا معلم الجو ده؟ ايه يا معلم الجو ده؟ ما ينفعش. يعني طب ما هو لو كده بقى يبقى انت شوف بقى انبي اللي في الصداره بينافس، شوف زد اللي بينافس، شوف بيراميدز وفيوتشر بقى عشان تقول بقى تكافؤ فرص. لان احنا طب احنا كزمالك في مركز ال 12، فين تكافؤ الفرص بقى اللي انت بتقول عليها ان لازم يبقى في تكافؤ فرص بين الاهلي والزمالك؟ فين يا معلم؟ ده انا في المركز ال 12. لو عاوز تعمل تكافؤ فرص بقى يبقى شوف الفرق اللي بتنافس مع الاهلي وقول لهم لا هنأجل لكم عشان ايه؟ في تكافؤ فرص. لكن اللي بنعمله ده بصراحه خلطبيط على الاخر. وفريق بيراميدز ما بيلعب في دوري ابطال افريقيا، فيوتشر نفس الكلام. لو انت بقى بتقول لي ان في كونفدراليه ومش عارف ايه، طب ما هم اهو وبيلعبوا في الدوري عادي جدا. ولكن تاجيل لمباراه الزمالك انا شايفه يعني عبث، عبث الكره المصريه لن ينتهي. وطول ما احنا كده، وطول ما احنا كده ما تستناش ان منظومه الكره المصريه تتقدم. خلينا احنا كده متاخرين والناس بتسابقنا والناس بيحققوا انجازات كتيره، واحنا قاعدين بندور على بطوله افريقيا نرجع ناخدها تاني من 2010. كفايه عظمه لحد كده.